اوبو منزله تليفون في السوق المصري الناس كلها عماله تكسر فيه. التليفون ده هو اوبو A5 برو، وفي الفيديو ده ان شاء الله هعرض لكم اذا كان التليفون ده قيمه مقابل سعر ولا بروباجندا معموله على الفاضي. واول حاجه طبعا بحب ابتدي بيها اي مراجعه لتليفون وهي محتويات العلبه. اول ما تشتري العلبه او اول ما تشتري التليفون وتفتح العلبه بتاعته هتلاقي فيها كل حاجة تقريبا، يعني هتلاقي فيه كفر سيليكون، وهتلاقي فيه سكرينة ملزوقة على الشاشة، وهتلاقي فيها الشاحن وكابل الشاحن والدبوس بتاع الشرايح. فكل حاجة تقريبا انت محتاجها خاصة للتليفون هتلاقيها موجودة في العلبة. فده يخلينا نقول ان انت بمجرد ما تشتري التليفون ده مش هتحتاج تصرف جنيه زيادة عليه علشان تشتري حاجة اكسترا ليه. فتحنا بقى العلبة وشوفنا الحاجات اللي فيها، ناخد بقى التليفون. واول حاجة هناخد بالنا منها التصميم بتاع التليفون. بصراحة بقى التليفون ده جاي بتصميم ممتاز جدا، وشكل الشياكة وبروز الكاميرات يكاد يكون مش موجود. برضو التشكيلة بتاعة توزيعة الكاميرات معمولة بلمسة فنية جميلة كده، مديها شكل شيك للتليفون. وكمان الخامات بتاعة التليفون ده جاية بنوعين، لو انت هتشتري اي الوان غير الاخضر هيكون بلاستيك، لو كان الاخضر هيكون جلد. فتصميم بصراحة شايفه ممتاز جدا، مفهوش فيه اي مشكلة. والجميل بقى ان وزن التليفون ده خفيف قوي، 194 جرام، والتخانة بتاعته التخانة اللي شكلها شياكة اليومين دول، وهي 7.8 مللي. والاجمل بقى وده اللي بيخلي الناس تكسر فيه وما بيتكسرش، ان هو معاه شهادة ان هو محمي من المياه والغبار IP68 و IP69. ده غير ان هو مقاوم للصدمات بشهادة عسكرية. فهو حلو في النقطة دي جدا، ان انت لو شخص اليوم بتاعك هلك، التليفون بيكسر منك دايما، او التليفون بيقع منك في مية، او انت شغلك فيه فرق كتير ومحتاج تليفون يساعد معاك، فالتليفون ده مناسب جدا ليك. لان التليفون ده بينزل تحت المية لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. وطبعا التجارب المعمولة عليه كتير جدا اللي تثبت جودة الشهادة المقاومة للصدمات بتاعة التليفون ده. كده بقى خلصنا من الصدمات والمقاومة والكلام ده كله. نخش بقى على الحاجة المهمة اللي احنا عايزين نتكلم فيها، وهي العتاد بتاع التليفون. العتاد ده بقى جاي في الشاشة، جاي في الأداء، جاي في الكاميرات، جاي في الحاجات دي كلها. أول حاجة هنبتدي بيها وهي الشاشة. والشاشة طبعا شكلها زي ما احنا شايفين كده، جاي بحواف كبيرة إلى حد ما، والثقب بتاع الكاميرا ده بصراحة أنا بفضله في التليفونات من الفئة دي أو الفئات الأعلى برضو. بس الحواف تحسها إن هي كبيرة شوية، مع إن إحنا نتمنى إن هي كانت تكون مش موجودة أصلا. التليفون جاي من نوع IPS بمساحة 6.67 إنش بجودة HD بلس، ومعدل تحديث بيوصل ل 90 هرتز، مع طبقتين حماية على الشاشة علشان خاطر يقدر يطلع لك طبعا الشهادة اللي هي مقاومة للصدمات. طبعا السطوع بتاع التليفون بيوصل ل 1000 نتس، فسطوع قوي جدا ومش هيضايقك تحت أشعة الشمس. نتكلم شوية عن الشاشة بقى. الشاشة بصراحة أنا شايفها جودتها سيئة بالنسبة للفئة السعرية دي. يعني أنت مديني تليفون بسعر رسمي يعتبر فئة اقتصادية عليا أو داخل في الفئة المتوسطة، فهتديني شاشة ليه بالإمكانيات الضعيفة دي؟ فالتنازل ده أكيد كان علشان خاطر يقدر يديك شهادة إن هو مقاوم للصدمات. مثلا أنت مش شخص جيمر مثلا، أو إن أنت تحب تجيب أعلى شاشة عشان خاطر تعمل حاجة معينة بيها، مش هتلاحظ الفرق اللي أنا بتكلم فيه ده. الجميل بقى في التليفون ده إن أوبو حطالك سماعات ستيريو سبيكر، وبالمناسبة صوتها قوي جدا، وأنت تقدر تخلي السماعات دي تعلى وتوصل ل 300%. يعني لمسة حلوة من أوبو يعني. وطبعا هم شايلين مدخل 3.5 مللي علشان خاطر برضو يدوك الشهادة اللي هي مقاوم للماء والغبار. ندخل بقى على الأداء. التليفون ده جاي بمعالج من سناب دراجون 6S جين 1. ده جاي بتكنولوجيا 11 نانومتر مع نظام اندرويد 15 وواجهة كولر OS 15. طبعا كتير قوي هيقول ان الاداء ده ضعيف والعتاد بتاع التليفون ده مش قد كده. انا معاك فعلا ان المعالج ده فعلا ضعيف، بس ده مدعوم بالذكاء الاصطناعي عشان خاطر تاخد احسن اداء في كل حاجة وما تحسش بضعف المعالج ده. يعني لو انت بتلعب ببجي هتلعب لحد 40 فريم باداء سلس، ده بفضل دعم ال AI اللي موجود في المعالج ده. وطبعا استخدامك اليومي العادي مش هتلاقي فيه اي مشكلة في التليفون. نيجي بقى للبطارية. والبطارية في التليفون ده بحجم 5800 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 45 واط، شاحن السوبر فوك بتاع أوبو اللي احنا متعودين عليه. وحاجة ممتازة جدا بصراحة ان هي تكون موجودة في التليفون، طبعا حجم البطارية وقوة الشاحن ده. ندخل بقى على الكاميرات، وده بصراحة مش عارف له اذا كان حلو ولا وحش.
بس الكاميرات في التليفون ده الخلفيه جايه كاميرتين، اول كاميرا 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، وتاني كاميرا 2 ميجا بكسل ده عشان خاطر تصور تصوير عزل، والكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل. الكاميرات طبعا بتصور صور في الإضاءة القوية محترمة جدا، شاربنس جدا، مفيش فيها أي مشكلة. بتبان المشاكل في الإضاءات الضعيفة، ده في كل الكاميرات عامة، وفي معظم كاميرات الفئة دي هتواجه نفس المشكلة. وتصوير الفيديوهات في التليفون ده لحد 10 80 30 و60 فريم في الثانية. الجميل بقى في الكاميرات دي برضو ان هي بتدعم الاي اي، يعني انت بمجرد ما بتصور الصورة وحبيت تقص او تمسح جزء من الصورة يمسحها لك بالاي اي بطريقة احترافية جدا. ولو عايز تركب صورتك بقى على اشكال معينة او بطريقة معينة من خلال الاي اي برضو تقدر تعمل الحاجات دي بسهولة جدا ومن غير اي تعب او اي مجهود. انا بصراحه شايفها ميزه قويه جدا في التليفون ده. برضه التليفون ده بيدعم ال NFC وده مفتقدينه في معظم الشركات في الفئه دي تحديدا، وكمان بيدعم جميع المستشعرات، واهم مستشعر فيهم هو مستشعر التقارب اللي هو التليفونات، وده موجود بصوره حقيقيه مش سوفت وير. والشبكات في التليفون ده قويه جدا برضه زي ما احنا ما متعودين ان هي تكون موجوده بالقوه دي في شركه اوبو. وبرضه ميزه اخيره من الميزات اللي موجوده في التليفون ده، وهي ان التليفون ده بيدعم شريحتين زائد كارت ميموري. ملخص سريع بقى، لو انت عايز تشتري التليفون ده بالفئة السعرية دي هل فعلا يستحق ولا لأ؟ والله ده على حسب احتياجاتك انت عايز تشتري تليفون بالفئة السعرية دي، في تليفونات احسن بكتير في الامكانيات بس مش هتديك نفس المتانة ونفس الجودة بتاعت التصنيع في التليفون ده. يعني لو انت عايز تليفون فيه امكانيات مش طبيعية وانت ما بتستخدمش الامكانيات دي، في نفس الوقت طبيعة شغلك مش هتخليك تحافظ عليه، لا خليك في التليفون ده احسن، هيديك الحاجات اللي انت عايزها زائد متانة تخليك تحافظ على التليفون ده. ولو انت بقى شخص جيمر بتحب التصوير، عايز تليفون امكانياته اعلى من كده، لا منصحكش بالتليفون ده لان التليفون ده مش موجه ليك انت. واخر حاجة برضه هقولها وهي سعر التليفون ده. التليفون ده نازل في مصر نسخة وحيدة 256 زائد 8 جيجا رام، نازل عامل 12000 جنيه، ده السعر الرسمي. بس انت تقدر تشتريه ب 11000 جنيه، ده من خلال لينك بيدج هحطها لكم تحت، تقدر تتواصل معاها وتعرفوا ان انت جاي من خلال القناة وهو هيديك التليفون ده بسعر 11000 جنيه بس. وبكده اكون لخصت تقريبا كل حاجة موجودة في التليفون ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.